خلونا نبتدي حلقتنا بمرشح الأول والأقوى لتدريب الأهلي وهو مدرب ماركو روزا. ولكن في البداية ما تنساش إنك تعمل لايك للفيديو. المدرب جنسيته ألماني وسنه 45 سنة. وبالنسبة لطريقة لعب المدرب فعنده طريقتين بيعتمد عليهم. الأولى وهي 4-3-3 والتانية 4-2-3-1. المدرب طريقة لعبه هجومية وبيعتمد على الضغط العالي، حرفيا هي المدرسة الألمانية اللي بنشوفها من يورجن كلوب وبنشوفها من مدربين في ألمانيا. حرفيا مدرب هو الأمثل للنادي الأهلي في الوقت الحالي، بيعرف يطور من أداء اللاعبين ودوت ظهر من خلال الفرق اللي دربها. ده غير كمان ان هو كان بيدرب فرق الشباب تحت ال 18 سنة وتحت ال 16 سنة، فبالتالي عنده قدرة كويسة جدا على فكرة تطوير اللعيبة. المدرب ماركو روزا في 2017 مسك الفريق الأول لنادي ريد بول النمساوي وقعد معاهم لحد 2019. وفي فترة الموسمين دول قدر ان هو يحقق معاهم بطولتين الدوري النمساوي وكاس النمسا مرة، ووصل معاهم لنصف نهائي الدوري الأوروبي. وبعدها راح نادي بروسيا مونشن دجلادباغ الألماني وقدر إن هو يحقق معاهم نتائج كويسة جدا، وكان بيقدم معاهم كرة هجومية وممتعة كمان. ووصل بيهم كمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن في وقتها كان قابل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا وخسر. وبعدها راح نادي بروسيا دورتموند الألماني وحقق معاهم تاني بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، خلف بطل البطولة بايرن ميونخ ب77 نقطة. يعني كان فرق 8 نقاط فقط، ودي حاجة كويسة جدا. وبالنسبة للمدرب كارلوس كيروش فهو بالفعل أحد المرشحين لتدريب النادي الأهلي، ولكن خلف الألماني ماركو روزا. في انقسام حول الرأي داخل إدارة النادي الأهلي عنه. الجزء المعارض شايف إن المدرب بقاله 19 سنة ما دربش نادي، وإن طوال ال 19 سنة الأخيرة كان ماسك فيهم منتخبات، وفي الفترة اللي ما كانش بيدرب فيها كان قاعد فيها في البيت. والجزء المؤيد شايف إن كيروش هو الأنسب خاصة في إفريقيا، لأن مدرب بيعرف يدافع كويس وبيعرف يحد من خطورة المنافس وبيعرف يعتمد على الهجمات المرتدة ويسجل أهداف. ففي انقسام حول الرأي حتى الآن، ولكن زي ما قلت المرشح الأول هو الألماني ماركو روزا، وفي عدد كمان من المدربين المرشحين للنادي الأهلي. اكتب لنا رأيك في التعليقات عن مين المدرب الأفضل للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. فانتظرونا من خلال الحلقات اللي جاية لأننا عندنا أسرار وأخبار مهمة جدا عن النادي الأهلي. فبالتالي ما تنساش إنك تشترك في القناة وإنك تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بلايك للفيديو. وبكده تكون انتهت حلقتنا، ولكن منتهتش أخبارنا. إلى اللقاء.